أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون كرات الدجاج مع الصوص الأحمر. بتمنى طريقتي في عمله إنها تنال إعجابكم. قبل ما نبلش في طريقة العمل ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشاركوني بتعليقاتكم الحلوة. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي في بمحضرة الطعام راح أبلش أهرس الدجاج عندي. طبعا أنا هون مستخدمة صدور الدجاج، بس طبعا بدكم تتأكدوا إنه محضرة الطعام اللي عندكم تتحمل إنكم تهرسوا فيها الدجاج. وهون عندي شكل الدجاج بعد ما هرسته فيه محضرة الطعام، لازم يكون عندي قوامه بهذا الشكل. هلا راح أبلش أتبله، راح أضيف عليه بصلة مفرومة فرم ناعم، وراح أضيف نص كوب من البقدونس، معلقتين كبار من الكزبرة، وراح أضيف البهارات اللي هي عبارة عن بهار مشكل، فلفل أسود، بابريكا، كاري، بودرة مرقة الدجاج، بودرة بصل، وبودرة ثوم. وهلا راح أضيف معلقة كبيرة من الملح، وراح أخلط المكونات مع بعض. بعد ما خلطتها هلا راح أضيف لحتى يتسهل عندي تشكيل الدجاج عندي على شكل كرات، راح أضيف 3 كوب من البقسماط، وراح أضيف البيض. البيضة طبعا هون راح تساعد إنه أشكل الكرات بسهولة وتتماسك عندي لحمة الدجاج. وهون شكلتهم على شكل كرات، بس في ملاحظة راح أحكيها، إذا حسيتوها شوي بتلزق في إيدكم أنتوا بتشكلوها، بتدهنوا على إيدكم شوية زيت راح يسهل عليكم الموضوع. في عندي هون بمقلة ضفت كمية من الزيت النباتي، وراح أبلش أقلي كرات الدجاج. بنضلنا نقلبهم بين الفترة والتانية لحتى يوصل لونهم للون الذهبي. وهون جهزوا عندي، وراح أشيلهم من الزيت، وشايفين كيف اللون، هذا اللون اللي بدنا نوصل له. بعد هيك راح نبلش نعمل الصوص الأحمر. في طنجرة ضفت نفس الزيت اللي قلينا فيه الدجاج لأنه كل النكهة فيه، وضفت بصلة مفرومة راح أقلبها مع الزيت. في عندي هون حبة فليفلة خضراء قطعتها على شكل شرائح وراح أقلبها مع البصل. في عندي هون قرن فلفل أخضر راح أضيفه، وحبتين من البندورة المفرومين، وراح أضيف معلقتين كبار من رب البندورة، وراح أحرك كل المكونات مع بعض. هلا راح أضيف البهارات. في عندي معلقة صغيرة من البهار المشكل، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وراح أخلط كل المكونات مع بعض لحتى ياخدوا من نكهة البهارات اللي ضفناها. هلا راح أضيف قدر كوبين من المي، وأترك الصوص لحتى يغلي. بعد ما غلي عندي الصوص راح أبلش أضيف عليه معلقة صغيرة من الملح، وأبلش أضيف كرات الدجاج اللي قليناها. وبترك كرات الدجاج تتسبك مع الصوص لمدة 10 دقايق على النار، حتى نحس هيك الصوص والكرات الدجاج يتسبكوا مع بعض. وهون جهزت عنا، جاهزين إنه نقدمها. صراحة كتير زاكية، بنصحكم في تجربتها. ممكن تقدموها مع الرز الأبيض. وهذا الشكل النهائي عندي لكرات الدجاج. بتمنى إنها تكون وصفتي لليوم نالت إعجابكم، وبتشكر كل حدا كمل الفيديو للآخر، وبشكره جدا على حسن المتابعة.